لو انت فاكر ان الفنان محمد هنيدي كان صاحب الفنان علاء ولي الدين، يبقى انت ما تعرفش ان هنيدي اول ما ربنا كرمه وبقى بطل ونجم باع اول واحد علاء ولي الدين وعادل امام واحمد عيد. تبدا الحكايه لما الفنان عادل امام كان بيحضر لفيلمه الجديد رساله الى الوالي، وكان وقتها عايز يخلي محمد هنيدي يمثل معاه. فعلا رشحه في دور الثلاثه اللي بيراقبوه في الفيلم، وراح كلم هنيدي وقال له يا هنيدي انت قريت السيناريو ده، انا عايزك تبقى معايا في الفيلم، وبالتحديد واحد من الثلاثه اللي بيجروا ورا الفيلم، وهيبقى معاك صاحبك علاء ولي الدين. لكن عادل امام اتفاجئ ان هنيدي اعتذر عن الدور وما كانش مصدق نفسه، لانه كان السبب وقتها في ظهور هنيدي ونجاحه. فراح عادل امام كلم علاء ولي الدين وقال له صاحبك اعتذر عن الدور، انت كمان موقفك ايه؟ علاء ولي الدين وقتها كان في حيره شديده، يعمل ايه؟ يقبل دور صغير في الفيلم ويشتري خاطر عادل امام اللي سبب في ظهوره ومعرفه الناس بيه، ولا يرفض زي ما هنيدي عمل؟ علاء ولي الدين وقتها كلم صديقه الكاتب بلال فضل وقال له انا مش عارف اعمل ايه، انت ديك شايف هنيدي نجح وبقى نجم كبير، وانا اروح امثل دور صغير كده الناس تقول عليا ايه؟ مش كفايه عاملين يقولوا ان هنيدي سبقني وانا واقف في مكاني؟ وفي نفس الوقت انا مش عايز عادل امام يزعل مني، ده راجل له خير عليا. وكان علاء ولي الدين محتار يعمل ايه، فاخد قرار محدش توقعه. لو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير، وكمان اكتب في تعليق ان الفيديو وصلك، لان بتواجهنا مشكله في انتشار الفيديوهات. بيكمل الحكايه الكاتب بلال فضل بيقول في شهادته ان الفتره دي كان علاء ولي الدين مضغوط جدا، وهو شايف صديقه هنيدي بقى نجم وفرق عنه ولمع، لدرجه ان هو اختار انه يخسر عادل امام اللي قاطع هنيدي وقتها. وبيقول بلال فضل انا لقيت علاء ولي الدين بيقول لي انا خلاص قررت ان انا مش هخسر الاستاذ عادل امام، ده راجل له فضل عليا، ولو عملت عكس كده ابويا هيبات في تربته متضايق مني. والغريب ان الفيلم ده كان فتحه خير على علاء ولي الدين، وكان برضه سبب توتر بينه وبين هنيدي. والحكايه ان وقتها المنتج مجدي الهواري اختلف مع هنيدي في فيلم عبود على الحدود، لان هنيدي كان في الاساس هيعمل الفيلم ده وسحب منه الفيلم، لكن لما اتفرج على رساله للوالي حس ان علاء ولي الدين ينفع جدا في الدور، فرشحه للدور ده، وكان اول بطوله لعلاء ولي الدين. فتخيل سنه 1998 يعمل علاء ولي الدين دور صغير في رساله للوالي، والسنه اللي بعدها 1999 يعمل علاء ولي الدين بطوله مطلقه في فيلم لوحده، وكانت نقطه انطلاق. لكن ده زاد التوتر والمنافسه اللي بين هنيدي وعلاء ولي الدين. لكن دي مش اول مره يحصل توتر بين هنيدي وممثلين الكوميديا اللي في جيله. ومن الخلافات اللي محدش يعرفها خلافه مع الفنان احمد عيد. والحكايه ان هنيدي كان معجب جدا بدماغ احمد عيد، لان احمد عيد كان معروف في الوسط انه بيعرف يكتب افيهات، لكن ما كانش مشهور بقدر كبير. فهنيدي اتفق مع احمد عيد انه يكتب له افيهات في الافلام ويفكر معاه، والاتفاق كان واضح ان هنيدي مقابل ده يساعد احمد عيد اللي كان لسه في بداياته. وفعلا اتنفذ الاتفاق، وكان هنيدي فرحان جدا باحمد عيد لدرجه ان هو كان بيستقبله ويبات عنده في البيت عشان يكتب افيهات اكتر. وفعلا نفذ هنيدي جزء من الاتفاق، وخد احمد عيد يمثل معاه في فيلم همام في امستردام. لكن بعد كده هنيدي ما خلوش يشتغل معاه، وده كان سبب توتر وخلاف بينه وبين احمد عيد، اللي وقتها خد قرار ان هو يكمل مشواره لوحده ويشق طريقه بنفسه. لكن من اشهر الخلافات اللي حصلت لهنيدي برضه ازمته مع المخرج جمال عبد الحميد، واللي بيحكي عنها المخرج جمال عبد الحميد بنفسه، وبيقول ان الفنانه شريهان انقذت مستقبل هنيدي اللي كان هيروح السجن بسبب انه اخذ مواد معينه تغيبه عن الوعي. والحكايه ان لما شريهان لما كان بتعمل فوازير اتعرض عليها 3 ممثلين، علاء مرسي وعهدي صادق وهنيدي. في الاول رفضت هنيدي لانها كانتش بتحبه ولا بتقبله، لكن بعد كده اقنعها المخرج بيه وقال لها خلي بالك ده دمه خفيف جدا، واضطر شريهان انه توافق عليه. لكن اثناء التصوير اغمى على هنيدي، فاخدته شريهان للمستشفى، وهناك الاطباء قالوا لها ان الراجل ده اخذ حاجه هي اللي خلته كده بكميات كبيره، واحنا مضطرين نبلغ عنه. وكان هنيدي خايف ان الموضوع يتفضح، لكن شريهان اتحايلت على الدكاتره انهم ما يقولوش لحد. هنيدي برضه رد على الاتهامات دي وقال مش معقول ارد على حاجه بقى لها 40 سنه. لكن طبعا اكبر خلاف معروف هو خلافه مع محمد فؤاد في فيلم اسماعيليه رايح جاي. والحكايه ان فؤاد بيقول ان هنيدي ما صنش العيش والملح، لانه ادى له فرصه عمره وخلى المنتج يرفع اجره. لكن هنيدي كان بيشيع على الفيلم وبيقول ان الفيلم هيفشل وان هو سبب نجاح الفيلم. لكن الناقد طارق الشناوي بيقول برضه في شهادته ان كان في خلاف شديد جدا بين ال3 ممثلين،
خالد النبوي ومحمد فؤاد وهنيدي، والخلاف كان اسمائهم في التترات. يعني هنيدي اتحط رقم 4 في التتر، لكن كل دخل الفيلم كان شايف ان هنيدي هو بطل الفيلم، وده خلى كل الممثلين تغير منه، لدرجه ان خالد النبوي عمل افتتاح للفيلم لوحده، راح فيه هو وحنان ترك لوحدهم بفلوسه، وده كان في سينما شيراتون عشان يثبت لكل الموجودين وكل النقاد ان هو بطل الفيلم واكبر نجم فيه. لكن في وجهه نظر تانية جمهور هنيدي بيقولها وبيدافع عنه، وبيقول ان نجاحه هو سبب كل الهجوم عليه، حتى في اخر ازمه له ومشاركته في موسم الرياض برضه هجوم عليه بسبب النجاح، وان حصوله على لقب الفنان السعودي برضه ما فيهوش مشكله، لان طبيعي الفن ملوش وطن وكلنا اخوه. لكن برضه في وجهه نظر تانية بتقول ان هنيدي بالغ في دعمه لموسم الرياض وان هو زودها شويه. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان هنيدي زودها شويه في موسم الرياض ولا الموضوع طبيعي؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وطبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.